أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال يا رب. جيتكم بطريقة فتوش سهلة وبسيطة وما بدها شغل كتير. يلا نحضرها مع بعض. عندي خبز يابس فتته بهي الطريقة. عندي بصلة صغيرة و3 حبات من الخيار وحبتين من البندورة مقطعين خشن لقطع خشنة. عندي نعناع وبقلة مغسولين منيح وفارطتهم. عندي شرايح من الزيتون رمان حلو حامض. لحركن مع بعض. لتحضير الصوص بحتاج لمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السماق ومعلقة صغيرة من النعناع اليابس، فنجان قهوة من الخل، نص معلقة صغيرة من مهروس الثوم ومعلقتين كبار من دبس الرمان ومعلقتين من زيت الزيتون. لحركن مع بعض منيح. وهلأ بنضيفه على صحن الفتوش وبنحركه منيح، وهيك صار فينا نقدمه. أبسط طريقة بدون شغل وبدون أي خبز. إن شاء الله تكون عجبتكم الطريقة والفكرة. وهلأ هيك شوفوا لي الألوان والجمال واستمتعوا بالطعم. وهلأ بقدر لكم تضلوا بخير. لا تنسوا تعطوني آراءكم ومع السلامة.